ضربك ولا ضربتيه؟ لا لا، انا تصادحت معاه. المهم تصادحت معاه باش ما نشجعوش على العنف. ويعني كنت توقفت لمده سنه. من بعد كان جا سهيل مع نقصوا لي، كان الاستئناف من طرف فريق الوداد، نقصوا لي نصف المده ديال التوقيف. جا الوقت اللي كان مشى حسن مؤمن، جا سهيل، خديت الرسميه ديالي، واخا اني كنت وقفت لمده طويله. من بعد جا حسن بن هي ديك السنه اللي حققنا فيها صعيب حارس يتوقف مده طويله بالفعل. كان صعيب، كان صعيب. فين جا حسن، يعني حسن بن عبيشه، فذاك الموسم اللي فزنا ببطوله المغرب للشبان اللي في رفع الستار، وكانت واحد المده الوداد ما كانش فاز باللقب اللي كانوا محتكرينه فريق الرجاء الرياضي. خال بلي كنتي كما قلنا حنايا انت كتقلب على بلاصتك مع الفريق، شكون اللي كنقول كيحبس الفريق الاول، وكنتي كتقول واش انا غادي نكون رومبلاسون ديالو، واش غنشد بلاصتو ولا لا؟ دابا المشكله اللي وقعت هو انه في الفتره ديك جيت واحد الفتره انتقاليه ديال فريق الوداد، هي اللي كان مشى، يعني كان الدبلالي نصر الدين هو اللي كان رئيس الفريق. السنه اللي مورا كان جا العربي قرا كمدير تقني، ومنها بداو كينتدبوا اللاعبين. اولاد المدرسه كانوا قلال ديك الوقت. كان صعيب انك يعني انت من الجونيور، والوداد فريق اللي كيلعب على الالقاب انهم يزعموا عليك. وتا انا ما كنتش بيني وبينك ما كنتش مركز كثير في كره القدم، ما يعني شي حوايج. المهم انت ما كنتيش مركز. لا انا ما كنتش مركز، ما يعني بعد خطرات واخا كدير في بالك بانك انت خصك دير كارير وخصك يعني تستافد، ولكن هذاك الواقع اللي انت عايش في الاسره ديالك وفي العائله ديالك، يعني بحال كتخليك بانك تقول ولا ما جاتش، فهمتي؟ لا ما جاتش ما كاينش المشكل، يعني انت ضامن واحد ضامن الله، ولكن انت ضامن واحد المدخول غيكون قار، فكتقول ما يعني هذوك التضحيات اللي كان عليا ندير ما درتهمش. ولكن كان بامكانك انك تجمع بين الكره والعمل، لان كان العمل عندك متوفر يعني في المشروع ديالكم ديال العائله يعني، وكانوا خوتك خدامين في هذاك المشروع، وانت كنتي دائما تواجه بالانتقادات، وانت غتبقى مقابل الكره وانت جي خدم. وكيفاش كنتي كتواجه هذه العاصفه يعني في الدار؟ فانا خديتها تحدي. كانوا الاخوان ديالي كانوا كيشجعوني، بحال الاخ اللي كبر مني رشيد، ولا الاخ الكبير عبد الرحيم، فكانوا كيشجعوني على كره القدم. ولكن انت كعارف راس الحربه هو الحاج والوليد، يعني ما كانش باغيني نلعب الكره، لدرجه انه واحد الوقت كان كيحيد لي حوايج ديال الكره، الليغات، صباط، الحوايج ما كنتش كنبقى باش نتريني. ولكن انا كنت واخدها تحدي. دابا المشكله هو انني الحوايج في التيران انا في مركب بونجلون، ولكن انا الاشكال هو انه هذاك يعني اللي غيوريك الطريق، ديك الساعه الكره ما كانش بحال هذا الوقت. انا كنت في واحد المفترق طرق، يعني يا اما خصك تمشي الكره وتعطيها حقها باش انك توصل لذيك البوتاغه ديالك، يا اما تمشي مع العائله. انا كنت غادي الوسط، ما شديت العائله ما شديت الكره. واخا رغم ذلك انك جاتك فرص انك توقع في انديه اخرى خارج الوداد، مشيتي مثلا اولمبيك كاسفي، يعني اولمبيك كاسفي كان في الفريق اللي في القسم الاول، مشيتي لوداد فاس، خميسات. ولكن ما كاينش تركيز على الكره ككره. كنتي كدير انت غير رياضه وسياحه، انت غادي بالفعل. بعدا كان من الفرصه كنشكر سي محمد مديح وسي محمد المنعم، هما اللي يعني من فتره التوقف، لانني فين وصلت انا ليكيب بريمير وشفت انني ما غنحبسش، ما صبرتش. يعني جاتني بانه حارس رسمي وبطل المغرب، وانا كتمشي ليكيب وما كتاخذش فرصه ديالك، كتكون كحارس ثالث ولا حارس رابع. مشيت جلست، ماشي مشيت قلبت على انني نمشي بريطيل، مشيت جلست. كما قلت لك هذيك غلطه، غلطه كبيره، لانه هذاك الوقت اللي كنت في التوهج ديالي وعندي 20 سنه، فكان عليا نمشي تقلب على راسك. ولكن انا العقل ديال دابا ماشي هو العقل ديال شحال هذه، الظروف ديال شحال هذه ماشي هي ديال دابا. فجلست سنه، ومن نهار مشيت بديت كنلعب لي جيبيلي، يعني نقصتي ديك المرحله نقصت المرحله ديال ليكيب مشيت بديت كنلعب لي جيبيلي. مراحل مشيت وليت كنلعب مع لي زيك جوور، يعني من 20 سنه وانا اكجوور. بكري نقصت المراحل، انضميتي للجمعيه ديال القدماء وديال والله الجمعيه كذلك ديال الصحافه الرياضيه، فكنا كنلعبوا مقابلات مع الفنانه، فبحال لقيت راحتي في هذاك يعني في هذاك الجبيليات. ما كاينش ضغط. شحال من واحد درتي ليه جبيلي؟ شحال من واحد عطينا زربيه. واخا من المؤاخذات اللي كانت عليك هو انك كيتمارك عليك بيت كتقض حارك،
كما قلت لك راه كان بعدا كما قلت كنشكر السي محمد المديح اللي عطاني فرصه، وانني في سن 21 سنه وكان كنحبس في يعني مع اسفي وكحارس رسمي، ولكن يعني تا مديح عطاني واحد الثقه اللي هي كبيره وكان كيتسجل لي اهداف، فتا هذيك يعني شو الراس كنضحك باش انني باش نعطي للمدافعين بانه راه باقي الوقت، والمقابلات اللي لعبتهم راه هزمنا في شي مقابله يا اما كنتعادلوا يا اما كنفوزوا، ولكن حتى اللاعبين ساعدوني الصراحه، لان كاع العلاقات ديالي بقات طيبه مع جميع اللاعبين. دابا اي فريق مريت منه باقي عندي علاقه صداقه مع المسيرين ومع اللاعبين، لان انا هذاك الشيء اللي يجبد لي الصداع مع المسيرين هو انني نطالب فلوس، ما عمري طالب شي فلوس. المشكل انني غنضارب مع الحراس المرمى ولا مع اللاعبين، ما عمري تضاربت على الرسميه ديالي، والحراس المرمى ما كانش ديك الساعه، ما كانش اللي تيجوا حتى الحراس المرمى ولا اللي كانوا معايا كتقول لهم تفضلوا. لا وحق الله العظيم الا كنقول لي حبس، وجاوني فرص قسما بالله العلي العظيم، جوني فرص ديال فرق قسم وطني الاول وما مشيتش على قبل ان الحارس المرمى اللي كاين صاحبي. وحق الله العظيم، وهادي راه جدعي الله يرحمه راه كان شاهد على هاد الاشياء، وعده ناس سي حسن كترفض انك تكون تضرها. لا ما يعني صاحبك هو اللي كان عنده هو مسؤوليه، انا هذه كانت كتلعب لي في راسي، كنقول انا يعني الحمد لله ما محتاج، يعني علاش غنمشي عند واحد اللي تيسي كتولي بحال ديال الكره كيعيش من الكره، كنقول خليها تجيب وحده. وفي الواف كان العامري هو اللي كان وقع عليا مع الواف، وكنشكر السي عزيز لانه عطاني الثقه في هذيك الوقت، رغم انني كنت توقفت واحد المده ومشيت لاني زوجت شحال بزاف. لا ما كانش ما كنتش مركز، راه الكلمه ديال التركيز غتسمعها بزاف في الحلقه، لانه ما ركزش. كان يعني في مورا اولمبيك اسيو جلست، جيت الراك مورا الطرد جلستي، مورا جيت الراك سيت في الراك، كان طرا لي سوء تفاهم مع سعيد رزقي جلس، عاوتاني جيت مع الخميسات، وتحيه العمو تاع حسين اللي هو صديق ديالي الان، كما قلت لك العلاقه ديالي باقا مع جميع المدربين واللاعبين اللي مريت معهم. الحسين عمو تاع كتخلق لي مشكل؟ لا ما عمره غيكون عندي مشكل، بالعكس انا كنت كنجمع الجروب، يعني هذاك النشاط اللي كنت فيعني زي السيار كنتجمعوا في قهوه، كنا في السونتر في الخميسات كيجيو يعني عندنا السونتر كنبقاو خالقين جو اللي هو مريح، فيعني هذيك الاشياء كنا مساعدين بها حتى المدربين، حتى مع خيري في المشهد العام اللي جا خيري، فكنت واحد الجوره كنا صعدنا في القسم الوطني الاول، ودابا تتصل باللاعبين لا شكيرات لا حاسي لا قاسي، شوف الجو اللي كنت انا وديك الجو اللي كنا خالقينه ولا في الفندق لا في التدريب، راه كنا من الطرائف انني في كتكون ديك الطبله طويله ديال العشاء كنت كنتخشى من تحت ديال الطبله، كنحزم شجوج السيور ديالهم، كنخرج للكاسي، يعني كنت كل شيء ولا عنده مع كل شيء الحمد لله ربي يسر، كنا صعدنا القسم الوطني الاول. ومع الواف كنتي حاضر في مباراه ديال زيدان وكنتي حاضر لها حتى سي حسن حاضر، ولكن انت كنت معايا. وداد فاس من اجمل اللحظات اللي دوزت لي، انه كان الصفا هو اهم شيء في كره القدم، كيكون الصفا وكتكون نيه زوينه، فمن الرئيس عبد الرزاق السبتي للتيكوح المعد يعني اللي مكلف بالامتعه، فكل شيء كان مصاحب، كل شيء كان يعني كيتعامل معك عبد الرزاق السبتي بحال هو كيقول لنا انتم ولاد وحنا كنعيطوا ليه الاب. رجعوا للكره الشاطئيه، من الكره على البساط الاخضر، شكون يداك للبحر؟ ففي هذيك الفترات ديال التوقيف كنت كنلعب في الكاف، يعني النادي الفرنسي اللي كاين في البيضاء، وكان معنا مصطفى الداوي هو اللي كان يعني شاف لي كاليتي ديالي، وكنا لعبنا اول كاس افريقيه في جنوب افريقيا، وكان كنت انا وبن هاشم في الكاف، وكان مشينا معاه، والحمد لله كانت يعني درنا بريستاسيون اللي هي متميزه، فهو اللي كان اول واحد اتصل بيا، واخا انني سمحت في فروق في هذيك الوقيته، لانه كنت ديك الفتره في خميسات الناس كيتضاربوا على بلاصتهم، وانا مشيت للشاطئ. مشيت للشاطئ، وتا موراها جاوني عده فرص، بالعبيشه كان شباب مسيره عيط لي باش نمشي معاه، مشيت انا لعبت تورنو ديال كازا ديال الشاطئيه. بن هاشم كان مشى لطنجه في 2008 وعيط لي باش انني نمشي نسيني معاه، ورفضت. الخياطي في مراكش كانوا اتصلوا بي اخوان، وكان قال لي انك تلتحق بالتدريب، وبقيت ناعس وما مشيتش. ولكن كل اخطاء كبيره، يعني ما يمكنش انك صعيب، وهذاك الشيء كنهضروا على الاعداد الذهني حتى في المنتخب الشاطئي ما كنتيش كتسول على الكونترا ديالك، ما كنتيش كتسول. لا لحد الان ما عمري درت كونترا، يعني ما عمري درت كونترا في الجامعه ولا ما عمري درت واخا كتسافر معاهم لا والو، كيكون داك المصروف الجيب وما كنسولش عليه اصلا،
ما حتى انا عندي حب الرياضه هو اول شيء، وما عمري دخلت انا بشي نيه ناقصه انني نحيد شي واحد بلاصتو ولا ندير شي واحد بلاصتو، ولا انني المدربين اللي دزت معاهم انني كنفكر انني نحيدهم ولا نقني لهم باش انا ناخذ. عمري فكرت فيها قسما بالله العظيم اللي كنت كنساعدهم من النيه ديالي، والحمد لله راه اللاعبين راهما باقيين حيين. اي واحد اتصل بي سولو كيفاش كنت كنتعامل مع اللاعبين، كيفاش انك كنلقى لهم فور، لان ما كانش بطوله شاطئيه. البطوله الشاطئيه الحمد لله بالمعيه ديال كان الشاطئ وما كانش كان الشاطئ ما كانش بطوله، وكان عندنا فريق وطني كنكونوه باش بالعلاقات، وهذوك اللاعبين اللي ما كيوقعوش فوق انا كنت كنتصل برؤساء باش انهم يوقعوا لهم باش يبقاو في ديك لافور. فهذا الشيء انا كنت كنديرو لوجه الله، وما كنت كنتظر حتى كاع شي واحد يعطيني شي حاجه من هذا الشيء. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. واخا في هذه الفتره جا سيلا وليتي مرتبط مع سيلا، كيفاش هذه القضيه اللي غضبت الحداد؟ فانا اتصل بي عضو جمعي قال لي بانه كاين واحد مدرب سينيغالي وانا كنعرفه يعني بحكم انني في اللعبه انا بطل لعبت ضده كان لاعب، ويعني لعبت ضده حتى كان مدرب، كنت انا مساعد مدرب. فجا قالوا لي بانه غيجي سيلا، قلت لهم انا مرحب به. قال لي راه خصك تعاونوا برمضان، والله الا برمضان. قال لي راه خصك تعاونوا، قلت له غنعاونوا. قلت له حتى هذا واجب وطني، غنعاون انا مدرب غيدرب منتخب وطني، ماشي يعني غنعاونوا انا غير شخصيا. ودخلته لدارنا وفي العيد وفي الجمعه عيد معايا عيد كبير ولا عيد صغير في ديال رمضان، حيت هو جا في رمضان. واي جمعه كيجي عندي للدار كياكل كسكسو، يعني انا تعاملت معاه هو من الزاويه التيجانيه، وتعاملت معاه بواحد الطريقه اللي هي زعما ديال ولاد الناس، يعني ما خبيت عليه والو. جميع اللاعبين حيت ما كانش بطوله عطيته لا ليست ديال جميع اللاعبين اللي ومنهاش بدات لي الصداع مع انا الصالحي ياسين. فانني اللي طلبت انه يجي، وهو بموافقه ديالو ناضوا شي ناس شدوا التصويره ديالو وصيفطوها للجامعه، لانه انا ما عمري درت العاطفه في كره، انا صحابي ولكن كان هاز بوا كنتمرن، انا كنطيح 12 كيلو وكان عاطينا يعني في واحد الفتره اللي هي وجيزه. ومشينا لكاس العرب، ولكن ما كانش العطاء ديالو جيد، ومشاو استغلوا هذه الفرصه وحاربوني بها، وانا بعد كاع قلت لهم انا خليت لكم كل شيء، انا ما عنديش انا غرض كاع، انا غرض وانني باغي ننجح في هذه الرياضه. حتى السيده ما صدقش لا حتى هو ما صدقش. علاش؟ لانه حتى هو يعني ما غيكونش كيحب الوطن بحالنا. حنا كنا كنضحيو، هو ما يمكنش يضحي عن الصالاري، هو كيفكر في الصالير ديالو اللي مشى. فهو في ذاك الوقت اللي انا تحاربت مع الناس باش انه ينجح، هو في اول فيراج فهو مشى مع دوك الناس اللي كنت محارب معاهم، وانا مشيت بعد. قلت لهم انا غنمشي في حالي، حيت انا عاونتو جاي كيدرب المنتخب الوطني كطالب من المسؤول جميع اللي عزيز عليا. فهذاك السيد عزيز عليا اتصل بيا وانا عطيته عهد، قلت له والله حتى غنعاونو صافي، وعاونته. نفس السيناريو تقدر تعاودوا مع واحد اخر. هو حتى انا من المشاكل اللي عذباتني في حياتي وانا ما كنقولش لا كنقول لا اله الا الله محمد رسول الله، هي اللي كنقول. اما والله ما وعذباتني، انا كندير الخاطر بزاف الناس، وانا ولكن ديما انا اللي كناكل في العصا. وثلاث اللاعبين اللي كاينين دابا في المنتخب الشاطئي عاونت بزاف، وفي واحد المرحله يعني فين جا المدرب البرازيلي وداروا معاه يعني ناس، وما بقيتش انا كنتصل بهم ولا يعني كيبقى ميساجات عاديه كصداقه، ولكن باش انني نبدا نقول لهم لا ديروا باش انا نرجع ما عمرهم غيسمعوها. واخا في هذه الفترات اللي كتنقطع على الكره، كاين مده ديال الانقطاع ديال الكره، كتمشي لعالم الفن، عندك اصدقاء بزاف في الفن، تمشي كتولي مع الداودي شويه، كتولي مع الكوميديين اللي كاينين دابا اللي بارزين، كيولوا اصدقاء ديالك، كتولي في عالم اخر، عاوتاني كترجع ثاني لي. فعلا فادي انت وتا الصحفيين تا هما اصدقاء ديالي. حسنا حسن تحيه النجيب. فانا عبد الله الداودي العلاقه ديالنا من 2006، فعبد الله الداودي جمعتنا كره القدم، فديما كتلقى بان كره القدم داخله في هذيك المباريات اللي كنا كنلعبوا. ولكن عبد الله الداودي راه كانت صداقه ديال الاخوه، وكان يعني دخلني لدارهم، يعني حتى هو دخل لدارنا، فدارت واحد الصداقه وتخاصمنا في واحد الوقيته. راك عارف كتشوف واحد جوج الناس غاديين مزيانين، راه ضروري غيكونوا تدخلات، وانا ماشي من النوع اللي غنبقى نشرح له حتى هو صافي، كل واحد كيخو. كان رجعنا هو فهم بانه راه كان غلط، لا كان كيغني عليا ديما، وانا مشيت انا فهمت بانه كان دخل بيا، ودابا راه حنا اصدقاء. هيثم مفتاح اللي دابا انا اللي هو صديق ديالي، هو اللي
في اي حاجه كنتشاور معاه فيها، فانسان خلوق، الاب ديالو السي عبد الله هو انسان يعني متدين قارئ القران، فهاد الناس اللي كيساعدوك بانك تخرج من ديك الازمات النفسيه اللي واخا كاني كنضحك، فالناس الاغلبيه ديال الناس كيشوفوني كنضحك، ولكن انا كنمر من المراحل في الحياه اللي خاصيت فيها، ولكن انا بحال هكا خصني ديما كنعطي الابتسامه للناس، نقدر انا الناس تشوفهم كاينه نضحكهم وانا مكرفص. واخا تكلمت على الازمات النفسيه، مريتي كان عندك واحد العبور في واحد الازمه نفسيه في واحد النفق اللي مظلم، اللي كان فقدتي الخطيبه ديالك، ماتت في حادثه سير مروعه، دخلتي الاكتئاب. وهي سبب توقف ديال كرة القدم العادية. من كنت موقع عقد ديال 5 سنوات مع فريق الوداد فاس، دوز منه سنة، من بعد طلعنا في لو 35 ضد الشباب هوار، لو 14 6 كانت حادثة سير، من تما حبست الكرة، ما بقيتش بغيت نلعب الكرة، لأن حتى كنشكر بعدا الاب ديالي والام ديالي والاخوان ديالي اللي ساعدوني، الاصدقاء امين بن هاشم تا هو ساعدني في هذيك الفترة بشكل كبير باش ما ننساش، لأنه قدر يخرجني من واحد الأزمة اللي انا نقدر نقول لك بان 6 شهور ما شفتش الناس، ومن بعد وليت كنعسل في عيني ديال الناس، لانه كنت كترسم واحد الحياه، يعني هذاك الوقت هو اللي كنت باغي ندير فيه عقلي، وهذاك الوقت هو اللي كنت باغي نركز، هذاك الوقت هو اللي كنت باغي ندير فيه، يعني كنت باغي نعوض ما فات، لاني كانت عندي 29 سنه، كانت عندي 29 سنه هذاك الوقت، يعني في 2009، ولكن يعني في ذيك الازمه النفسيه اللي دزت منها خلاتني انني ما دخلتي الاكتئاب. دخلت الاكتئاب، شي سنه وانا في انكتئاب، ما بقاش كنلعب كره، هي فين هزيت البوال. لا كوتش هو امين هو اللي ابن هاشم هو اللي بقى مرافقني، لكن الحمد لله ربي كيعوضك خير. فهذيك مرحله من الحياه كتكبر كتعرف بانه كاين قدر الله، لانه كنت كتكون راسم واحد الحياه مع واحد الشخص، في الاخر كيكون لك كل شيء صار، فكي خصك تكرفس، خصوصا انا واحد النوع اللي واخا كتشوف البنيه الجسديه ولكن راه اخبار براسك. واخا مجيد عاود كترجع، راه هذا هو اللي ايجابي، انك كتمر بواحد المرحله صعيبه، كدوز بشي سكوس، وكتقول راه بلاتي نوقف باش نصلح هاد لي ديغا اللي وقعوا ليا في هاد العبور، دزتي من باساج من شي بلاصه اللي صعيبه، ولكن كترجع ثاني، كيرجع داك مجيد اللي كيضحك، اللي ما مسوقش، مجيد اللي كما كنقولوا غير لايحه وراه لايحه. انا كنحاول اني كما قلت لك في اي فتره كندوز منها، فكنحاول اني نتخلص منها، لانه كان قال كتخلص خلاص. لا عمري فكرت في الفلوس، قسما بالله ما عمري، لا مع الشاطئيه اللي كنت كنلعب ما عمري سولت على بشحال الصالير ولا شحال دايرين لا والو، ما كنسولش على داك الشيء. وراه في الجامعه كانوا قبل ما يطرى لي مشكل مع سيله وديك الحرب اللي تحاربت، فجابوا لي عقد، وعندي عقد باش اني نوقع، ما وقعتوش، وتكلمت مع المدير المالي قلت لي انا راه باغي ننجح في هذه الرياضه، الا كنت انا غنتخلص باش انني غنتخلص ما بلاش، يعني انا باغي ننجح في هذه الرياضه، وبعدين فات شي غرض، اما كما قلت الساعه كون بغيت فلوس راه كنت درتها شحال هادي، ولكن انا بغيت انا